السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبي الأهلي قبل موقعة الوداد. كيف يجبر الأهلي على تغيير خطته قبل مواجهة الوداد بنهائي أفريقيا. بيرسيتاو يبحث عن الانتقام الثلاثي أمام الوداد المغربي. كهربا ينضم لقائمة المنتخب في معسكر يونيو القادم. الوداد يستعيد قواته الضاربة أمام الأهلي في نهائي أفريقيا. مروان عطية: سنحصد اللقب أمام الوداد والجماهير رقم 1 بالنسبة لنا. ما تنساش تعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. تفاصيل الأخبار. جلسة كولر مع لاعبي الأهلي قبل موقعة الوداد. قالت مصادر في تصريحات خاصة إن كولر وجه تعليمات مهمة للاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد، أهمها استغلال عامل الأرض والجمهور بشكل جيد في موقعة الأحد، خاصة وأنهما أسلحة غاية في القوة، لافتا إلى أن حضور 50,000 مشجع أمر أكثر من رائع. وأكد كولر شدد على اللاعبين بأهمية فرض أسلوب اللعب على المنافس والتركيز منذ انطلاق صافرة البداية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من موقعة العودة المقرر لها يوم 11/6 الجاري بالمغرب. كيف يجبر الأهلي على تغيير خطته قبل مواجهة الوداد بالنهائي الأفريقي؟ قالت مصادر من داخل الاتحاد الأفريقي بأنه من المنتظر أن يتحدث اليوم 3 لاعبين من الأهلي في مران الفريق لوسائل الإعلام على ملعب مختار التتش، فيما سيختار الوداد 3 لاعبين من الفريق على أحد الملاعب الفرعية باستاد الدفاع الجوي للتحدث لوسائل الإعلام. ومن المعروف بأن الأهلي عادة في هذه المباريات لديه خطة محددة، ودائما ما يبعد اللاعبين عن الحديث لوسائل الإعلام حتى نهاية المباراة، بخلاف اختياره لاعب واحد فقط للحديث مع المدرب في المؤتمر الصحفي وليس في المران، مما تسبب في تغيير خطة المرد الأحمر قبل مواجهة الوداد بشكل إجباري، خاصة وأن الأمر بقرار رسمي من جانب المنظمين. وسيتحدث محمد الشناوي اليوم بصحبة لاعبين لوسائل الإعلام اليوم عن المباراة المرتقبة. الوداد يستعيد قواته الضاربة أمام الأهلي في نهائي أفريقيا. كشفت تقارير صحفية يوم الجمعة عن اقتراب فريق الوداد المغربي من استعادة لاعبين مهمين في صفوف الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وبحسب صحيفة المنتخب المغربية فإن الثنائي أيمن الحسوني وبولي سامبو شارك في تدريبات الوداد بالأمس، طلب من المشاركة أمام الأهلي. وأوضح التقرير أن فرص الثنائي تزايدت في اللحاق بمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويمثل الحسوني لاعب الوسط والمهاجم سامبو قوة ضاربة في تشكيلة المدرب البلجيكي سيفين فاندنبروك. وسوف تقام المباراة يوم الأحد في 9 مساء على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. مروان عطية: سنحصد اللقب أمام الوداد والجماهير رقم 1 بالنسبة لنا. قال مروان عطية في فيديو نشرته صفحة الأهلي عبر فيسبوك: بالتأكيد الغيابات شيء غير جيد. محمد الشناوي حارس كبير وخبرة كبيرة وننتظره في المباراة، وإن شاء الله سيشارك في المباراة ونتخطى أي عقبة أمامنا. وأضاف: نستعد بكل قوة، سنلعب مباراة هنا ومباراة هناك، وإن شاء الله سنحصد اللقب في النهاية. وتابع: قبل كل مباراة نعمل على دراسة الخصم من ناحية نقاط القوة والضعف، نحدد مفاتيح اللعب في كل مباراة، وكل لقاء له تركيزه ودراسته الخاصة. الحضور الجماهيري ورقم 1 بالنسبة لنا. ستكون مباراة كبيرة ونستطيع أن نشرف بلدنا ونفرح جماهير النادي الأهلي إن شاء الله. واختتم عطية: لا أفكر في الإنذارات، أنا ألعب من أجل الفريق في النهاية وليس لنفسي، سأخوض المباراة بكل قوة. في الختام ما تنساش عمل لايك للفيديو، اشترك في قناتنا وفعل جرس التنبيهات. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.